السلام عليكم، يسعد اوقاتكم يا رب. تعليقا على البيان اللي عم تشوفوه قدامكم. بيان العقبة اللي اجتمعوا عدة دول عربية مشان تقرر مصير الشعب السوري مثل ما بده الشعب السوري. يعني الله أكبر، تقرر هي مصيره مثل ما بده الشعب، مع إنه الشعب ما بده إياهم. فابتداء البيان هذا بدنا نعلق عليه ونقارن إن شاء الله تعالى. شيء بسيط يعني إنه على عجالة، وكلمة لوزير الخارجية التركي بنعلق عليها مع أقوال لبشار المخلوع والروس كمان. نبدأ أول شيء، هاي الحكومة يا إخوان حكومة البشير، أولا حكومة الإنقاذ هي محمد البشير. هاي اللي حط هالحكومة هن الشعب، هن نحن. كيف؟ لأنه الناس اللي حاربت هذا النظام الفاجر المجرم الإرهابي هن الشعب. فالشعب هن اللي اختاروا الحكومة المؤقتة حاليا. فبالتالي الحكومة المؤقتة الموجودة حاليا اللي هي بقيادة محمد البشير، أسأل الله يبارك فيه، هي منتخبة منا نحن. طيب هدول الناس اللي عم تشوفون بالصورة، هدول الائتلاف، أولا نحن ما بنعرفهم ولا بنعرف أساميهم ولا بنعرف خلفيتهم. يعني الخلفية تبعهم هن شو الخلفية اللي عندهم؟ الخلفية اللي نحن بنعرفها إنه تابعين لدول، والدول اللي هن تابعين عليها. يعني شوفوا الصورة هي مثلا، قبل سقوط النظام بأيام قليلة الرئيس الإماراتي كان يقول نحن نقف مع بشار أسد. في اتصال يعني حصل بينهم، قال نحن بدنا نوقف معك والسيادة السورية وما أعرف شو من هالكلام يعني. فبالتالي لا يمكن لمثل هكذا شخص أن يكون حريص على مصلحة الشعب السوري. ولا نحن 14 سنة حرب، وين كانوا مصلحة الشعب السوري؟ وين كانت يعني طيلة 14 سنة حرب؟ ما شفنا منهم، بالعكس يعني شفنا العكس تماما. فبالتالي يا اخوان حتى النظام سقط يا اخوان بعام 2013، سقط تماما نهائيا. مين عاد هيكلية النظام ومين دعم النظام غير الناس نفسهم اللي هلا عم تشكل الائتلاف اللي نحن هلا عم نشوفه بالصورة يعني. هن نفسهم دعموا النظام ب 2013 لحد. كيف دعموه؟ المعركة لو كان صبت في دمشق بعام 2013 يا إخوان، كانت انتهت الثورة وتحرروا المساجين، وما كان استمر إجرام هالطاغية إلى 14 سنة. فالداعم قال لهذا الفصيل اللي هو كان بالغوطة الشرقية بدوما وما دوما وعربين وحرسته وهالمناطق يعني، قال قتال الدواعش أولى من قتال النظام. ليش؟ لأنه بحجة أنه إذا أنتم حررتوا مثلا سوريا رح يقاتلوكم ورح ياخذوا منكم وإلى آخره. فقتال الدواعش حاليا، فتفرغ هذا الفصيل لقتال الدواعش. وبهالفترة هو النظام كان عم يعيد أوراق ويعيد النفس تبعه، وياخذ يتلقى دعم مالي ودعم لوجستي ودعم دولي وما عارف فيتو وميتو وما عارف شو. وأعاد هيكلية النظام، لأنه نحن بهالعام اللي أنا عم أحكيه كانوا الثوار مستلمين 80% من الأراضي السورية. وأنا سبحان الله بذاك الوقت يعني كنت متفائل، بس بدأ الناس يعني الجيش الحر بالتراجع. خفت ما يصير مثل الثورة الجزائرية. الثورة الجزائرية نفس الثورة السورية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الثورة السورية هي الله سبحانه وتعالى لها ناس. الأخ أحمد الشرع أسأل الله يبارك فيه، كان يفشل مخططاتهم يا إخوان، ولهيك تعمدوا خروجه من الغوطة. ما بدي أدخل تفاصيل تانية يعني، ولكن الثورة الجزائرية كمان استلمت 80%، وبعدين صار في تسوية وسياسة وما أعرف إيش، وسقطت الثورة الجزائرية من 80% ل 0%. الثورة السورية كمان كان رح تلحق بالجزائرية، لولا أنه الأخ أحمد الشرع قال إنه نحن درسنا أخطاؤنا في الماضي، فبالتالي ما راح نعيد ونكرر الأخطاء اللي حصلت معنا بالماضي يعني. فبالتالي الحكومتين واضحات والله. حكومة البشير نحن منتخبينها من الشعب ومن أصل الشعب، وحتى محمد البشير هو من الشعب أساسا. وهالناس ناس فنادق، ناس يعني من زمان هن ناس فنادق وناس مصالح، يعني هن مصالحهم، وما شفناهم على أرض الواقع. لا عندهم فصيل لا عندهم أي شيء،
مجرد عبيد عند الدول مشان يتحكموا بالشعب السوري على أساس إنه نحن ما بنعرف يعني إنه هدول تابعين إلهم يعني. وهيك كان يتعاملوا يعني هن شوفوا يا إخوان الأمريكان أساسا هيك تعاملوا مع المنطقة حاليا بالشرق الأوسط. حاولوا الاحتلال بشكل مباشر ما حسنوا. وحتى أنا قرأت بالثورة الجزائرية وقت صارت الثورة الجزائرية في جنرالات كانوا بيعرفوا إنه نحن ما بنحسن نحارب الشعب بالسلاح، فحاربون بسياسات مختلفة مثل تجويع، حصار، وجوع، الابتزاز مثلا بالأعراض وكذا من هالتفاصيل. حتى عندنا بسوريا صار هذا الأمر يعني. أو مثلا بيخلقوا جماعة من نفس البلد بس تابعين إلهم، فبتصير السياسة عندهم بالوكالة. يعني نحن بدنا مثلا الأمر الفلاني بدنا نمشيه على هالمنطقة. طب نحن إذا كنا محتلين هالمنطقة فبالتالي هذا الأمر ما حيصير. فلا نحن هلا بدنا نحط واحد وكيل عنا في حال إنه نفذ هذا القرار هو راح يكون من ضمن الشعب، والناس ما حتعرف إنه نحن بدنا هذا الأمر يصير. فبالتالي أغلب رؤساء المنطقة حاليا بهالطريقة مش عم يشتغلوا يعني. الغرب ما حسنوا يحتلونا بشكل مباشر، فزرعوا ناس تقوم بالمهام اللي هن بدهم اياها. هدول رح تكون من ضمن المنطقة ومن ضمن الشعب، فبالتالي الشعب رح يكون يتلقى هذا الموضوع بشكل أخف ما أنه يكون استعمار أو احتلال. هدول كمان يا إخوان بنفس الطريقة بيتعاملوا. حكومة البشير هي حكومة منا وفينا، فلا هن بدهم يحطوا ناس على أساس ائتلاف، وهن على أساس كمان منا وفينا، ولكن مثل ما بيقول بيدس السم بالعسل يعني. هدول السم هن بدهم يحاولوا يعملوه منا وفينا مشان سياساتهم والمخططات اللي أملوها عليهم أسيادهم ينفذوها عنا بالمنطقة. ونحن قدمنا يعني 14 سنة حرب، 1.5 مليون أو 2 مليون شهيد، تشريد وعذاب وقهر وتعذيب ومسارح بالسجون. نهايتها بيكون التآمر حصل بطريقة نحن ما بنعرفها، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى يعني السوريين أصبحوا يعلمون الصالح من الطالح يعني. والائتلاف يعني ما بدي أحكي إنه مو معترفين عليه، نحن بالأساس مو شايفينه لحد ما نعترف عليه. بعد الفيديو بسرعة إن شاء الله. طبعا يا إخوان المقطع مترجم، فأنا بدي أوقف الفيديو وترجم يعني بيكون أنسب yani برأيي. Tam da bu anlattığım sebeplerden dolayı yapılması gereken en kritik konu Ruslarla ve İranlarla konuşup askeri olarak denkleme girmemeleriydi. قال عندما بدأ التحرك كان أفضل شيء نحن بنساويه بنتواصل مع الروس والإيرانيين وإقناعهم بعدم الدخول عسكريا في المعادلة، يعني في المرحلة اللي عم تصير هلا. Bu hızlı ilerleyişi de buna mı bağlıyorsun? Yani المذيعة عم تسأله إنه هل هذا ما تربط به التقدم السريع؟ Ruslar ve İranlılarla görüşmelerimiz işte o bir hafta bunun özeti. عم يقول يعني هي آخر لقاءاتنا مع الروس والإيرانيين في ذلك الأسبوع. يعني هذا الحكي كان صار من أسبوع، وعلى هذا الأمر انتهى اللقاء يعني. فهو ما أعطى وعود. خلونا نتابع. Bazı konuları konuştuk. Yani burada her şeyi تحدثنا مع الإيرانيين والروس حول بعض الأمور التي لا أريد الإفصاح عنها، لكنهم بعد مرحلة ما أجروا اتصالاتهم ورحل الأسد في ذلك المساء. anlamda Halep'ten başlayıp Şam'da biten yürüyüşün. طيب هلا هي عم تستنتج، عم تقول يعني سبب التقدم السريع من إدلب لحلب لحما لحمص للشام يعود المحادثات التي تمت في الكواليس. هلا بدي أعلق إن شاء الله تعالى. عدم قدرة نظام الأسد الذي ظل لفترة طويلة تحت تأثير الروس والإيرانيين على الحصول على دعم هاتين القوتين مرة أخرى في اللحظة الأخيرة. Yani destek görseydi muhaliflerin azmiyle belki tekrar bir zafere ulaşırlardı muhakkak ama çok uzun zaman olurdu ve kanlı olabilirdi. Ama قال إنه الثوار حتى لو ما صار هالاتصالات والترتيب وكان الدعم مستمر وإلى آخره، كان الثوار رح ينتصروا بالنهاية، ولكن كان رح يكون في طول بمدة النصر. فالاتصالات والتفاصيل اللي خلف الكواليس قدمت النصر. لكن الروس والإيرانيين نظروا للأمر ووجدوا ألا معنى لهذا. يعني هالفسحة الطويلة للحرب وكذا ما في معنى،
فبالتالي خلونا ننهيها. قلناها Çok بشكل net واضح، söyledik. لم Anlamı يعد yok. كل هذا معنا. يعني الحرب صارت بدون جدوى. يعني Yani hem يضيف üstüne يقول: yatırım فالرجل yaptıkları الذي adam استثمروا yatırım فيه yapılacak bir adam değil. لم يكن رجل يمكن الاستثمار فيه. يعني خيب ظنه مثل ما بنحكي نحن. وظروف Hem de المنطقة لم mevcut تعد كما şartlar هي artık أيضا. eski şartlar değil. Muhalefetin المعارضة تحركت tabii بشجاعة وعزم üstün cesareti, منقطع النظير، يعني بشكل لا بأس şecaati به. ve kararlılığıyla ilerleyen bir harekat oldu. Ama biz buradan minimum can kaybı لكننا عملنا على الخروج olması منها için بأقل فقد للأرواح buranın iki عبر tarafından اللقاء yani بشكل kinetik güç مكثف kullanabilecek مع أكثر aklarıyla قوتين فاعلتين في هذا odaklı الملف اللي هن الروس görüşmeler والإيرانيين. sürdürerek إنه عملوا bunun لقاءات kayıtsız bir şekilde وشغلات بشكل olmasını مكثف yoğunlaştık. وجدي لحد ما صار اللي عم يحكي عنه هلا. طيب حاليا خلص المقطع، خلونا نعلق. طبعا خلونا أول شيء آخذ كمان تصريح إنه بيحكوا إنه هذا البيان صادر عن بشار المخلوع لعنة الله عليه وعلى والديه وعلى مؤيديه. وطبعا في تصريح للروس بأثناء الحرب، أنا كنت متابع، طبعا كلنا متابعين. فالروس صرحوا تصريح قالوا: لا نستطيع مساعدة الجيش بسبب أنه يسلم المناطق. الجيش كان يسلم المناطق، فالطيران من غير بر لا يعني ما بيساوي شيء، لا يصنع جدوى. يعني لازم يكون في جو وبر، أما بالجو الطيران ما بيعطي حلول جذرية يعني. طيب البيان طبعا أنا سجلت 6 نقاط، إن شاء الله تعالى 4 نقاط بحكيهم بعدين لأنه الحلقة رح تكون طويلة حاليا، فبكتفي بنقطتين اللي هن بدي استشهد فيهم حاليا. أولا قال بشار المخلوع: لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع. أنا ما هربت من الوطن مثل ما عم يشيع عني، لا أنا قوي ما شاء الله، شو الشجاع هو. النقطة الثانية قال: انسحاب القوات وسقوط آخر موقع. كان هو طبعا هو عم يحكي، أنا بدي أعرض لكم البيان هون. قال إنه الإرهابيين على حد زعمه، يعني نحن صار يتقدموا بشكل كبير، هو ما عاد يحسن يضبط المقاتلين عنده، كان عم ينسحبوا مثل ما ذكر يعني. فوجا أمر من روسيا إنه بالإخلاء فورا. طبعا هو كان هون بدمشق، بعدين راح على اللاذقية بقاعدة حميميم باللاذقية عند الروس. وقت شاف الموضوع صار خرج عن السيطرة، قال إنه إجت برقية فورية إنه بإخلاء المكان فورا، وحمل حاله وهرب المخلوع لعنة الله عليه. طيب هلا حاليا نجمع النقاط هدول كلهم مع بعض. هذا التصريح للمخلوع ما صار له يمكن اليوم أو امبارح، يعني ما صار له شيء، والتاريخ مسجل يعني. تصريح الروس كمان بالحرب، كان الحرب شغالة صرحوا هذا التصريح. وشفنا هاكان فيدان وزير الخارجية التركي. تعليق الوزير الخارجية التركي يا إخوان: أولا قد يكون هو عم يلعب سياسة. يعني هو هن صح إن بذلوا، نحن بنتشكر الدولة التركية طبعا، هن بذلوا جهود ومجهود وإلى آخره، ولكن ما كانوا هن السبب الرئيسي في النصر. وهذا كلام يعني يمكن هو يكون مثلا تسويق للسياسة التركية، وهذا يعني هذا الأمر جيد وطبيعي، كل واحد بده يسوق لبلده يعني حقه الطبيعي. ولكن مشان نحن نكون منتبهين. أول شيء الثورة انتصرت بعزيمة المجاهدين بالداخل، لا بعزيمة دولة فلانية ولا شيء. يعني حتى هو أساسا يعني الله يبارك فيه قال إنه نحن حتى لو ما يعني استمر الدعم على النظام السوري، فالثوار كانوا راح ينتصروا، ولكن كان حيكون في فترة زمنية بعيدة يعني. فهالمحادثات قربت الموضوع. طبعا بداية الحديث لو بترجعوا بتراجعوا قال إنه على هالأساس انتهى لقائنا. كيف يعني؟ يعني صار في مثل ما أنهى كلامه حاليا إنه كان في لقاءات مكثفة مع الروس والإيرانيين، فحكى إنه آخر أسبوع اتفقنا على هالأساس إنه إذا صار حملة عسكرية كبيرة ما تتدخلوا بشكل مباشر. فلم يقل مثلا أعطونا وعود وقطعوا علينا الوعود وما أعرف شو من هالكلام، لا، فقال انتهى اللقاء على هالأساس. كلمة انتهى اللقاء على هالأساس بمعنى الخيارات مفتوحة. يعني الروس والإيرانيين كان عندهم خيارات مفتوحة. هلا الإيرانيين
إسرائيل كسرت شوكتهم، فبنشيلهم من المشهد لأنه ما عاد لهم عرض أساسا لا يعرضوا بالمشهد يعني. فبالتالي الروس يا إخوان، يمكن أنا بعتقد إنه كان يعني الأتراك عرضوا عليهم العرض هذا، إنه أنتم مثلا ما تتدخلوا إلى آخره من هالكلام. فهو حكى إنه انتهى على هالأساس، يعني لا أعطونا هن وعود ولا أخذنا منهم كلام حازم جزم بهالمسألة يعني، وانتهى اللقاء على هالأساس، إنه خلص نحن قدمنا هذا العرض وبدنا نشوف بالميدان شو راح يصير. يلي صار باعتقادي، طبعا روسيا إخوان قصفوا وساندوا، ولكن تصريح الروسي قال لا نستطيع المساعدة أو مساعدة الجيش بسبب تخليه عن مواقعه، عم يتخلى عم ينسحب، الطيران ما بيساوي شيء. فبالتالي الروسي يوم بيشوف الكلام من التركي والكلمة لها تأثير طبعا يا إخوان، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال اهجهم فإنه أشد عليهم من رشق النبال، أي بالحروب. فبالحرب يوم واحد بيتكلم بقوة، بيتكلم من منطلق قيادي وكذا، فهذا الأمر يعني قد يكون نصف المعركة في بعض الأحيان يعني. الروسي شاف التركي عم يقول إنه هاي الحرب ما لها جدوى، والمجاهدين حتى بالداخل أطلقوا بيانات يعني نحن إنه ما لنا عداء مع روسيا، وراح يمكن يكون في علاقات مستقبلية بيننا وبينهم، فلا توقفوا وتعلقوا مصالحكم مع هذا الرجل وإلى آخره. فهون الروس والحملة كانت قوية وشرسة، يعني هي المنطقة ما بس هي إدلب، يعني ما شاء الله مناطق كلها اشتعلت، يعني من درعا لآخر منطقة إدلب وشمال حلب وتحررت حلب بسرعة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالروس شافوا يعني خلاص الأمر فعلا خرج عن السيطرة، ما ظل في مجال، قال الله كن فيكون. لا روسيا ولا أمريكا ولا أي قوة كانت تحسن توقف السد اللي انفجر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يا إخوان، أنا هاي قراءتي للمشهد عبر التصريحات من ثلاث أطراف. يعني شفنا هلا التصريحات الوزير الخارجية والروسي والمخلوع بشار، يعني لأنه هون بشار عم يحكي لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع. أصبح هون في تخطيط، الروس كانوا عم يشوفوا إذا كان في مقاومة شرسة من الجيش الإجرامي مثلا جيش بشار وكان في تقدم، فلا كان الروس راح يتقدم معه وبياخذ إدلب، يعني هيك كان السيناريو. بس شاف العكس، انتفضت درعا، انتفضت الغوطة، انتفضت إدلب، حلب، أخذوا حلب، استمروا لحما، بعدين حمص، بعدين الشام. وحتى يمكن المجاهدين هن كانوا بطريقه للشام، صار الناس اللي بدرعا وبالغوطة يقتحموا على المخافر. فالأمر خرج عن السيطرة قبل، يعني هن ما توقعوا الصدمة. يعني أنا حتى أشوفه بعام 2013 تقريبا كانت نسمع عن حالة اسمها ساعة الصفر. ساعة الصفر كان مخطط له إنه الناس كلها تنزل بوقت محدد بفلان محدد، ونسقط هذا النظام الفاجر المجرم. فبالتالي هذا الأمر ما صار، وأنا أعتقد كمان بسبب الداعم. هلأ صار ساعة الصفر، هلأ صارت بعد 14 سنة، كل المناطق اشتعلت بفضل الله سبحانه وتعالى وسقط هذا النظام الإرهابي. فهاي حاليا نظرتي لشلون سقط النظام وشو الكواليس اللي صارت، مشان ما حدا يقول انه والله تسليم سلموا، لا مو تسليم، بقوة السلاح من بعد الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى، بقوة السلاح اجبر على انه يهرب من سوريا واستلمت المعارضة. وبالنسبة ل مشان ننوه على هذا الاجتماع العقبة اللي صار بالأردن، الكل يكتب مثل ما طلع هاشتاج انه الاجتماع العقبة لا يمثلنا او الائتلاف لا يمثلنا، والذي يمثلنا هو الحكومة المؤقتة حاليا، حكومة البشير. نحن بدنا نحكم حالنا بحالنا، ما حدا له دخل فينا. لا وبيحكوا انه نحن مشان الشعب السوري. الله اكبر، لاخر لحظة النظام اتصل فيك بيحكي لك بشار هذا الارهابي اتصل فيه بيقول له انه انا وضعي ما اعرف شلون صار، عم يحكي معه هو، قال له نحن موقف معك لاخر لحظه، لانه هن حتى هن ما كانوا متخيلين رح يسقط. هلا بدك تجي مشان الشعب السوري؟ 14 سنه حرب والناس بالسجون والاسيرات والاسارى، ما في شعب سوري هون.
يوم سقط النظام وبدنا نتحرر، لا بدكم تجوا مثل المخانيث تفرضوا آراءكم علينا. فأنا بتمنى الكل ينتبه من هالمخطط اللي عم يصير، لأنه هو مخطط حتى يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فبيمكروا هن مكر، الجبال بتزول منه. وبشركم كما الله سبحانه وتعالى يقول: يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وأيضا آية قرآنية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طيب يا ربي بعدين سينفقونها، فسينفقونها، يعني هن بيخططوا والتخطيط عم يساووه، ثم هالتخطيط يكون عليهم حسرة كما قال الله سبحانه وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.